حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بألف خير. مساء الفل على اجمل فانز في الدنيا. النهاردة المشكلة بتاعتنا غريبة شوية، مش غريبة في المشكلة نفسها، لا، الغريب ان في راجل باعت لي مشكلة. يعني هي المشكلة الغريبة ان اول مرة تجيني مشكلة على الواتس من راجل. اول مرة راجل يشتكي مننا. على طول احنا الستات بنشتكي، لا، النهاردة المشكلة عندنا ان راجل هو اللي بيشتكي. طيب، ايه شكوته الاستاذ؟ بس بصراحة لما كلمني وقال لي التفاصيل اتضايقت من مراته جدا جدا، يعني بجد. غلط 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 جدا اللي هي بتعمله. عندنا برضو يعني عندنا برضو نوع من الستات يا جماعة، مشكلتها لما بتلاقي جوزها آه طيب، ما بيرضاش يزعلها، بتسوق فيها شوية. يعني ما احنا بصوا، احنا لازم نقول اللي لينا واللي علينا. بتسوق فيها شوية. احنا هنا الراجل بصراحة لما حكى واتكلم وقال اللي بيحصل من مراته، عايزة هي تبقى مسيطرة على البيت. يعني قال ماشي. ايه هو بمعنى ايه مسيطرة على البيت؟ ان اول حاجة، هم متجوزين بقالهم سنتين. ربنا كرمهم بطفل صغنطوط لسه كام شهر. فرح جدا بيه. اول الجواز خالص، بداية الجواز، ان هو كان آه المفروض احنا لسه ما اتفقناش مين، انا هديك المصروف ولا انا اللي هصرف، ولا الكلام اللي بيحصل في بداية الجواز ده في الاتفاق مع بعض بينهم هما الاتنين. لا، هي ابتدتها من اول يوم من ليلة الدخلة. بيقول لي احنا طلعنا البيت من هنا والناس روحت وخلاص، المفروض اقول لها مبروك، انا مبسوط، انا كذا. تعالى بقى، ده هي تعالى بقى نقعد كده وهات ورقة وقلم ونقعد نشوف بقى هنعمل ايه. فهو استغرب، بيقول لي انا استغربت. فبقول لها ورقة وقلم ليه؟ قالت له هنكتب بقى، نشوف بقى التفاصيل. هتديني كام؟ هنصرف ايه؟ هنسيب ايه؟ هنعمل ايه؟ قال لها طيب ماشي الكلام ده. يوم يومين اسبوع، لسه احنا البيت ما شاء الله مليان. انتوا عارفين العرايس بيبقى الخزين ما شاء الله بيقعد كام شهر. فهو استغرب الاول، هو زي شفتوا بقى. اللي بتذبح له القطه. يعني بدل بس هي شكلها داخله. يعني انا لما اتكلمت معاه قلت له هي شكلها حد موصيها ان هي تذبح القطه من اول يوم. لان مفيش واحده فينا يا جماعه اول ما تخش هتعمل كده بصراحه، الا اذا كانت حد قايل لها اعملي كده، اذبحي له القطه بدل ما هو يذبحها لك. تاني قرار، طبعا ده كل ده في نفس اليوم. بعد المصاريف ومين اللي هيصرف، يعني مين اللي هيمسك المصروف. طبعا هي خلاص قررت، هي واخده القرار من نفسها ان هي اللي هتمسك المصروف. تاني قرار، تليفونك الباسورد بتاعه يبقى معايا. مفيش حاجة اسمها ما اشوفش تليفونك، كل يوم تليفونك هيتفتش. المهم قعدت تقول شروط 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 شروط، فهو قال عشان يفوت. بيقول لي والله يا استاذة رودينا، عشان افوت وامشي العملية وانا اصلا بحبها، فبقيت اوافق لها على كل شروطها، اوافق لها على كل شروطها. بس النهارده وبعد سنتين جواز انا عاوز حد يجي يضربني باي حاجه، علشان انا وصلت دلوقتي لمرحله، لو لدرجه ان انا اقول لك يا استاذه رودينا انها بقت بتهني قدام اهلي. بتتعمد دلوقتي ان احنا واحنا قاعدين انا واخواتي وامي وحد عندنا نهرج واحنا بنضحك كده وبنهرج، تروح ضرباني. مش مشكلة بقى الضربة تيجي فين، على قفايا على وشي، مش مهم الضربة تيجي فين. ف انا مش عارف، يعني انا مش عارف هل هي الاول كنت بقول ما تقصدش، يعني احنا بنهزر وبنهرج، كنت بقول ما يمكن ما تقصدش، بس كل مرة بتحاول تفهم اللي قاعد ان انها مسيطرة، انها بتهني،
انها بتقصد ان هي تضربني قدامهم. انا تعبت وبحبها ومش عارفه احكي لحد بصراحه. هو دخل لي وقال لي انا عرفت ان انت عامله قناه تاني، انا بحب شغلك جدا بصراحه. وقعد يعني الله يبارك له يشكر فيا شويه وبشكره. ومعجب بالقناه التانية جدا، وقال لي انت من الناس المحترمه، وعرفت ان عندك قناة فيها مشاكل. فبصراحة قلت اخش، وخصوصا لما عرفت ان انت ما بتقوليش مين صاحب المشكلة، فقلت اخش. طبعا هو مش سهل عليا ان انا اخش اقول اللي بيحصل لي ده، بس انا تعبت، انا تعبت. مراتي بقت فظيعة. مراتي انا ما حولتني ان انا ما بقتش احس ان انا راجل. هل ده عشان انا بحبها؟ يعني هو لما واحد يحب واحدة هي تهينه وتبهدله كده؟ انا لما انا حاجه بتحصل بين، يعني مش هخبي عليكي، لما حاجه بتحصل بيني وبينها زي كده، ان هي تمد ايديها او ان هي مثلا تشخط فيا او تزعق لي، فبفوتها. يعني بعدي عشان ما اعملش مشاكل. لكن بقت دلوقتي بتتعمد تعمل قدام الناس، لدرجة انها وصلت ان مش قدام اهلي بس، قدام الجيران لما بيطلعوا. حتى لما حد بيجي يطلع يطلب مية او يطلب اي حاجة تخص البيت في العمارة، هي اللي بتطلع تتكلم، وهي اللي بتطلع تقف. هي بتتعمد كده، بتتعمد كده، يعني هي بتتعمد تبين قدام اي حد صغير كبير ان انا الرأي الاول والاخير، وان انا اللي مسيطرة، وان انا. فبجد وهو بيحكي يا جماعة، يعني بجد إنسانة أوفر جدا. فهو دلوقتي عاوز، يعني عايز بقى آراء. هو هيقرأ الكومنتات، فعاوز آراء يتعامل مع الست دي ازاي، يعني يتعامل مع الست اللي معاه ازاي. بيقول لي فكرت، مش هنكر، فكرت كذا مرة في الطلاق، بس أنا عندي بنت. أنا عندي بنت، ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش. يعني انا مش عايز بنتي تتشرد، مش عايز بنتي تبقى ما بيني وما بين امها. ومش هخبي عليك يا استاذه رودينا، انا بحبها، رغم ان انا في حاجات كتير قصراني فيها، بس بحبها. بالله عليكم محدش يتريق عليا. الكومنتات تبقى جدية شوية، يا ريت بلاش إهانة ليا في الكلام أو في الكومنتات. يمكن أنا حبي ليها هو اللي كسرني ومبهدلني، بس انا مش عارفه اعمل ايه. بجد يا جماعه انا مش عارفه اعمل ايه. فبالله عليكم الكلام ده بقى مني انا ليكم يا جماعه. بلاش يعني نقول الكومنتات بشكل محترم، لان الراجل هو عيبه انه هو لو في عيب هيبقى عيبه انه طيب مثلا، ولا ربنا وقعه في واحده عشان هو طيب وقعه في واحده كده. فبالله عليكم يا جماعة نهدى عليه في الكومنتات كده، ونقول له بلاش أي طريقة من أي نوع. احنا مشكلتنا خلصت. ربنا يا رب يصلح حاله، وربنا يهديها له، ربنا يهديها له عشان خاطر بنته، مش عشان خاطرها هي، لا عشان خاطر بنته. لأن دي إنسانة في رأينا اللي زي دي، النوع اللي زي ده مبيبقاش عايز راجل طيب، لا ده عايز راجل يكسر. علشان النوعية دي ما ينفعش معاها الراجل الطيب ده، لان هي طيبته اللي يعني عشان هو طيب معاها. هو مش عشان راجل بقى ان احنا ندوس عليه، لا. احنا بنتكلم دلوقتي في راجل عنده مشكلة وست مفترية، فلازم نقول كلمة حق وشهادة حق. الست دي انا رأيي انا كرودينا، الست دي كانت عايزة راجل يصبحها بعلقة ويمسيها بعلقة. بجد النوعية دي في نوعية ستات كده يا جماعة، ما ينفعش معاها الطيب. فربنا يهديها له ويصلح له الحال يا رب. بصوا بقى يا حبايب قلبي، معلش عشان ما قلتش الكلمتين دول في بداية الفيديو. انا عندي مشكلة جامدة في النت. عندي مشكلة جامدة جدا في النت. اتصلت بالشركة كتير، غيرت الراوتر، برضو بيفصل، برضو بيقطع. فاحنا القناة بتاعتنا احكي وفضفضي مع رودينا مشكلتها ان هي بتبقى عايزة لايف، يعني مشكلتها ان هي عايزة لايف. فانا قعدت انا وبسنتي كده
احنا غايبين عن القناة بقالنا شهور، فطبعا ما ينفعش. فقلت لازم ان احنا نشوف حل لحد ما نشوف النت ايه نظامه او ايه اللي هيحصل فيه. ف دلوقتي قررت، ربنا هدانا انا وبسنت، ان احنا نعمل المشكلة تسجيل صوتي لحد بس نشوف الدنيا يا جماعة، عشان احنا بجد انا مقصرة في القناة جامد، مقصرة وهملها جدا لدرجة ان القناة خلاص واقفة، ما بتزيدش ولا بتقل. ف فكرت، فايه رأيكم في الفكرة ان انا اعمل المشكلة تسجيل صوتي مش لايف، لحد بس ما ربنا يسهل. اول ما اظبط المشكلة عندي هتبصوا تلاقوني بقى عاملة المشكلة لايف. دي حاجة. الحاجة التانية، انا هسيب في الكومنت المثبت رقم تليفوني، علشان اللي عايز يوصل لي على الواتس ويبعت لي المشكلة بتاعته، لا قدر الله ربنا يا رب ما يجيب اي مشاكل لاي حد. تاني حاجة عاوزة اقولها لكم برضو، ان انتوا بجد وحشتوني جدا، ومعلش انا مقصرة معاكم. والحل بتاع المشكلة بقى يا جماعة اكتبوه في الكومنتات، عشان صاحب المشكلة او صاحبة المشكلة هتخش تقرا الكومنتات بتاعتكم. تمام؟ فبالله عليكم بقى كده نفكر في المشكلة كويس، ونحاول بقدر الامكان نقول له حلول، وربنا يصلح حالهم وحال الناس جميعا. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وربنا يا رب يصلح حال الناس كلها. وانتظروني، لان بجد الواتس انا اللي خلاني افكر في الموضوع ده، ان الواتس مليان مشاكل، مليان. فانا قلت لا، ما ينفعش كده، ما ينفعش. فان شاء الله بعد كده هنزل لكم يا اما كل يوم يا اما يوم ويوم حسب ما انا فاضيه، هقعد اسجل لكم مشكله من على الواتس. تمام؟ يلا حبايبي، وربنا يصلح حالنا وحال الناس جميعا. يلا، مع الف سلامه. حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشين.